نتيجة الحصار المستمر من قبل حكومة دمشق والفرقة الرابعة التي هي تابعة أيضا لحكومة دمشق. هذا الحصار الذي ما زال مستمر منذ ما يقارب الخمس سنوات. تعاني مقاطعة الشهباء وحيي حلب والشيخ مقصود من حصار خانق ومستمر طيلة هذه السنوات، ولكن هذا الحصار وصل إلى ذروته ووصل إلى حد الكارثة في مقاطعة الشهباء منذ ما يقارب السنة وكافة المواد الأساسية والأولية ومادة المازوت تصل إلى مقاطعة الشهباء بكميات ضئيلة وقليلة جدا. ونقوم نحن كإدارة البلديات وهيئة الإدارة المحلية والبيئة في مقاطعة الشهباء بتقنين كافة المواد الأساسية وكافة الخدمات وفقا لمادة كمية المادة المازوت التي تدخل إلى مقاطعة الشهباء. وفي هذه الفترة قمنا بأخذ عدة إجراءات نتيجة فقدان مادة المازوت التي تعتبر مادة أساسية وهي عصب الحياة، وهي المادة الأولية في هيئة الإدارة المحلية والبلدية. فقمنا بأخذ بعض الإجراءات احتياطا واحترازا لوقوع كارثة أكبر. فقمنا بتقليل ساعات الكهرباء وإلغاء ساعات السحور باعتبارنا في شهر رمضان. يتم تشغيل المولدات حاليا لمدة ساعتين. تم تقنين في تشغيل مولدات مناهل المياه وذلك الأفراد. مؤخرا قمنا ونتيجة الزلزال ونتيجة الكارثة الطبيعية والزلزال المدمر الذي حصل في مقاطعة الشهباء ونتيجة لوفود أهالي من خارج المقاطعة إلى الشهباء، قمنا بأخذ وإقامة مشاريع في توسيع المخيمات. تم إيقاف جميع هذه المشاريع وجميع الآليات عن العمل وأصبحت كلها خارجة عن الخدمة. فتوسيع مخيمات السلاسة التي كنا نقوم بإنشائها وتوسيعها تم إيقافها جميعا، وتم إيقاف كافة الآليات في هيئة الإدارة المحلية والبيئة. طبعا من الممكن في الأيام القليلة القادمة انعدام مادة المازوت، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل المولدات بالكامل، فقدان المياه، إيقاف تشغيل المناهل. ممكن أن يكون هناك أيضا إيقاف للأفران. العام الدراسي والمدارس أيضا ستكون أيضا في حالة طوارئ